السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم النهاردة نعمل جيلي بس بالمهلبية؟ حاجة جديدة كده، فكرة جديدة، وهيبقى طعمها جميل برضو. اول حاجة كوباية ونص لبن هنحطهم في حلة صغيرة، ومعاها نص كوباية سكر، وهنقلبهم مع بعض، ونحط معلقتين جبنة كريمي، وهنقلبهم كويس على نار هادية، ونقعد نقلب فيهم لحد ما السكر يدوب في اللبن والجبنة الكريمي هتسيح. بعد كده احط لها رشة فانيليا صغيرة. هنحط الفانيليا وهنفضل نقلب برضو فيها لحد ما الجبنة تسيح في اللبن. اول ما هيبدأ يسخن هتلاقي الجبنة ساحت على طول، مش باينة يعني. بس كده هحط رشة الفانيليا عليها معلقة صغيرة خالص، وهنقلبها. وبعد كده لما تغلي، اول ما تبدأ تغلي كده، هنجيب معلقة ونص نشا وهنحطها في كوباية مية صغيرين، وهنقلبهم مع بعض. وبعد كده هضيفهم على اللبن. يعني هنا اول ما يغلي اللبن، شايفين اول ما غلي كده ازاي وهيبدأ يفور، اقوم جايبة الكوباية بتاعة النشا اللي انا مقلبة كوباية المية اللي انا مقلبة فيها معلقة ونص نشا، ونحطها عليها ونفضل نقلب فيها عشان ما تكلكعش مننا وتبقى ناعمة معانا. هنفضل نقلب فيها لحد ما تغلي تاني، ونحس انها بدأت تتقل كده زي المهلبية. انا فضلت اقلب لحد ما حسيت ان هي خلاص بدأت تتقل. وبعد كده قفلت عليها، هنقفل عليها النار. بجد هتعجبكم جدا، لانها طريقة حلوة وسهلة وتغيير عن الجيلي المعتاد اللي احنا بناكله، وفي نفس الوقت فيها لبن ومغذية للأطفال وهيعجبهم طبعا. خلاص كده انا هقفل على المهلبية، وهجيب صينية بايركس وهحط فيها نقطة زيت صغيرة، وهعملها بالفرشة، هدهنها بالفرشة. وبعد كده اجيب المهلبية، شايفين ناعمة ازاي، طرية ازاي، مش مكلكعة معانا خالص، وهحطها في البايركس وهنحطها في التلاجة لمدة ساعتين. ولما تبرد نبدأ نعمل الجيلي ونحطها عليها. انا كده دخلها التلاجة، وبعد كده هروح اعمل الجيلي. بعد الساعتين رحت عملت الجيلي. باكو جيلي عليه كوباية ونص مية، وقلبته كويس لحد ما بدأ يغلي. واول ما غلي خلاص هقفل عليه، هو مجرد ما يغلي اقفلي عليه بس كده. وعندي تفاحة عملتها قطعتها شرايح، هرصها على المهلبية من فوق بعد ما بردت بالشكل ده. انتي لو عندك اي فاكهة حطيها، مش شرط تحطي تفاحة، اي فاكهة انتي حباها بحطيها. انا حطيت التفاحة عشان كان عندي تفاحة فحطيتها عليها. وبعد كده وبعدها حطيته في التلاجة ساعتين لحد ما جمد، ونقدمه وناكله وبالهنا والشفا، وهيعجبكم كلكم. من مطبخ نوني، يا ريت ارائكم وكومنتاتكم ودعمكم ليا. باي باي.